مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية بامية باللحمة. هعملها لكم على طريقة أمي الله يرحمها. بجد طريقة سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي في نفس الوقت. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هبتدي بيها هي اللحمة. هحط هنا شوية سمنة، طبعا سمنة بلدي عشان تدي طعم للأكل. وهجيب هنا نص كيلو لحمة أنا مقطعاها صغير كده زي ما انتم شايفين. هحطها هنا، وطبعا الحلة بتاعتي بتكون سخنة. هزود هنا فصين من المستكة، بيدي طعم حلو قوي قوي في الشوربة. وطبعا ما نكترش منها علشان خاطر بتمرر معانا. هحط بقى هنا البهارات بتاعتي. انا مستعملة ورق لوري وحبهان وفلفل اسود. بعد كده هزود بقى الخضار بتاعي، طماطم وبصل كله متقطع وجزر متقطع وكرات. كل الاضافات اللي احنا بنضيفها هنا للحمة هتخلي طعم اللحمة بتاعتنا والشوربة طعمها حلو قوي قوي. هزود بقى عليها مية فترة واسيبها تستوي 3/4 سوا. وهروح بقى نعمل مع بعض الرز الابيض على طريقتي. هحط هنا شوية سمنة وعليهم كمان فص من المستكة. وهحط الرز بتاعي واقلبهم مع بعض كويس قوي. بجد المستكة بتدي للرز الابيض طعم حلو قوي. هزود بقى معيار المية وعليهم الملح بتاعي. هنروح بقى مع بعض نعمل كمان البامية بتاعتنا. هزود هنا شوية زيت. وطبعا هنا انا البامية مقمعاها ومنضفاها من الناحيتين وشايلة الحتة اللي من تحت دي كمان. آه مهم جدا بعد ما نغسل البامية نسيبها تنشف او ننشفها في فوطة تكون نظيفة. هنقلب بقى البامية بتاعتنا كده في شوية الزيت اللي احنا حطيناهم على النار تتشمع بيهم. وبعد كده هزود بصلة مبشورة. انا هنا مستعملة بصل احمر. بجد انا بحب طعم البصل في الطبيخ بتاعي او في الطبخ عموما. انا بحب استعمل البصل الاحمر. طبعا الطبخ ده بيبقى اذواق، لو مش بتحبي البصل الاحمر ممكن تستعملي البصل الاصفر او الابيض الذهبي. بعد كده انا فرمة راس توم كبيرة. هحط هنا 3/4 كده، حسيت ان هي كتير قوي فحطيت 3/4. بعد كده هزود عصير طماطم فريش معصور ومتصفي من البذر والجلد بتاعه. بعد كده هزود معجون من الطماطم، هحط معلقة كبيرة وهنقلبهم مع بعض. وهزود بقى اللحمة بتاعتي وهحط كمان البهارات. انا مستعملة بهارات بسيطة جدا. هحط ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون. وبعد كده هزود شوية شوربة على البامية بتاعتي. هسيبها تغلي غلوة. وبعد كده احطها في الصينية كده على نار سخنة في الفرن لمدة تلت ساعة. بجد لما بنعملها بالطريقة دي بتدينا نتيجة جميلة جدا. والبامية بيبقى طعمها حلو قوي. بصوا كده زي ما انتوا شايفين طعم البامية حلو جدا جدا. طبعا هي متسوية في الشوربة بتاعت اللحمة، مدياها طعم جميل جدا. اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة عجبتكم. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات وتشتركوا عندي لو مش مشتركين في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله.